حاجة تخلّيكِ تعرفي إن ابنِك عنده فرط حركة، أو أنتِ مش عارفة تفرّقي بين ابني شقي والّا ده فرط حركة. طب ابني مش بيركّز في الدراسة، طب أعرضه على طبيب. كل الأسئلة دي أنا هاقول لِك عليها، بس عايزة أفهّمِك إن أكتر الحاجات اللي تقول لِك إن ابنِك عنده فرط حركة أو عنده تشتُّت في الانتباه، إن ابنِك بيتحرّك كتير. لو أنتِ في مكان بيتعبِك ويتحرّك كتير، مش بيركّز في كلامِك، ينزل يشتري حاجة تلاقيه بسرعة نسي. طب تاني حاجة برضه تلاقيه مش بيركّز في المذاكرة، عنده اندفاعية وتهوّر في كل حاجة بيعملها. ما عندوش صبر يا مِس في المذاكرة، أو ما عندوش صبر في إنه يجاوب على السؤال. أول ما أقول له وأنا في نُص الكلام كده يجاوب بسرعة. حتى التحصيل الدراسي بتاعه مش كتير. مِس كمان مش بيفهم الشرح بتاع المدرسين بتاعته. تحصيله الدراسي هو مش مهتم أصلًا بالدراسة، هو في عالم تاني خالص. مش حتى مش بيعرف يسمع لكلام الناس التانية. يعني مِس هو ما عندوش مشكلة في السمع، إحنا كشفنا وطلع السمع زي الفل. وكمان عنده إيه ده، إيه كل ده، إيه كل الحاجات دي. كل الحاجات دي تقول لِك إن ابنِك عنده فرط حركة وتشتُّت انتباه. كل الأشياء دي كده تشتُّت انتباه. فأنا عايزاكِ دلوقتي، أنا هادّيكِ دلوقتي العلامات، وشوية كمان هانزّل لِك الفيديو بعد ده مباشرةً إزاي تعالجي ابنِك. لو كثير الحركة، انتباهه مش منتبه أوي، مش منتبه في المذاكرة، مش منتبه في الفصل، مش منتبه معاكِ. ينزل السوبر ماركت تقولي له مثلًا انزل هات كيلو طماطم، ينزل السوبر ماركت يقول لِك ماما قالت لي إيه. بتحصل. ما عندوش صبر في المذاكرة، هو دقيقتين 3 وتلاقيه شكرًا مش عايز يذاكر. حتى في الدراسة يفضل يذاكر كتير، كتير وفي الآخر برضه ما بيجيبش نتيجة. مش فاهم المدرس بيقول له إيه، أو بينسى إن المدرس بيقول له إيه. تحصيله الدراسي يا مِس مش زي ما أنا عايزة، مهتم كتير جدًا وبادّي دروس كتيرة جدًا، وعلى الرغم من كده ابني مش بيحصّل حاجة. حتى كلامي مش بيسمعه أوي. طب رُحتِ عملتِ سمع؟ رُحت عملت سمع والدكتور قال لي زي الفل السمع. يبقى ابنِك ساعتها هنا ده عدم تركيز بس، تشتُّت انتباه. خلاص، يعني السمع ما لوش علاقة خالص. إيه الأرق؟ الأرق دي برضه علامات بتبان على الطفل اللي عنده تشتُّت انتباه. ما بينامش كويس. نيّم الطفل كويس، ما بينامش كويس، ده برضه إن هو يا عيني في النوم مش بيعرف ينام كويس. طب إزاي أتعامل معاه؟ هيبقى في الفيديو اللي بعد ده مباشرةً هاقول لِك إزاي تتعاملي مع طفلِك اللي عنده تشتُّت انتباه وفرط حركة وتحصيله الدراسي مش كويس. هاقول لِك على شوية حاجات هيخرّجوكِ من العالم ده كلّه، ومش هيخلّيكِ حتى تروحي لأي دكتور. من الفيديوهات دي هتعملي الحاجات دي، وهتلاقي ابنِك اللهم بارك معاكِ زي الفل. مستنياكم إن شاء الله في الفيديو التاني. اللي يعرف عندها ابن بنفس المشكلة يا ريت يعمل لها شير علشان تاخدي الثواب والأجر في إن هي تعرف تمشي إزاي معاه. يالّا بينا على الفيديو التاني.